بالعيان ده خلاص خدنا القرار ان احنا هنعمل له عمليه. نعمل له العمليه منين؟ يعني من قدام احسن ولا من ورا احسن؟ والله على حسب هو كام مستوى حصل فيه الضيق ده. يعني هل هم مستوى واحد او مستويين او ثلاثه يبقى الاحسن من قدام. طيب اكتر من ثلاثه يبقى من ورا احسن. يبقى posterior decompression مع lateral mass fixation. طب الحاجة التانية اللي تفرق شكل الرقبة، وضعية الرقبة. هل الرقبة اللوردوتك؟ يعني الطبيعي ان الرقبة ليها كيرف لقدام، بنقول عليه لوردوزس. لو الكيرف ده اتعكس نقول عليه كيفوزس او تحدب. لو شكل الرقبة بيفرق، هنثبت من قدام ولا هنثبت من ورا، وهنوسع يعني من قدام ونثبت من قدام اللي هو الاي سي دي اف، او هنوسع من ورا اللامينكتومي او الديكومبريشن ونثبت لاترال ماس. في النهاية سواء من قدام او من ورا، توسيع هيحصل من هنا او هيحصل من هنا، الاصل ان انت ما تسيبش نفسك لما توصل للمرحله دي. وده الهدف من الفيديو ده، ان احنا بيجي لنا العيان بقى في المرحله الاخرانيه ويقول انا عايز علاج. ما عادش، خلاص انت عديت كل المراحل دي. طيب بيجي لنا بقى العيان ساعات في المرحله الاخرانيه دي وهو يائس يا حبيبي، خلاص هو عرف ان هو ملوش حل غير العمليه، وفضل خايف من العمليه سنين. وبدل ما كانت العمليه سهله من قدام على قد فتحه صغيره، لا بقت العمليه فتحه اكبر ومن ورا وفيها مسامير. فاللي انا عايز اقوله بقى ان ساعات كتير الانتظار والخوف بيصعب الموضوع عليك وعلى الجراح اللي هيعمل العمليه. وصلت النقطه دي؟ بالنسبه لنا كجراح او بالنسبه لاي جراح ده شغلنا بنعرف نعمله. القصه ببساطه في العيان بقى، انا مستني تحسن قد ايه او فتره نقاهه قد ايه. ما تستناش لما يبقى الموضوع لسه في البدايه، مجرد انزلاق غضروفي في الرقبه ووصلت لدرجه العمليه او ظهرت العلامات المنذره للعمليه، ما تستناش. وصلت الفكره؟ لان الموضوع بيتطور وبيتدهور. طيب انت عندك انزلاق غضروفي وبترتاح على العلاج، الفيديو ده مش ليك اصلا، وانا قلت الكلام ده في اول الفيديو. يبقى حافظ على رقبتك، اهتم بالقعده المظبوطه، ما تطولش في القعده اكتر من نص ساعه، اهتم بعلاج طبيعي ومساج وتدليك ومدى حركي واسترتشات لرقبتك طول الوقت. حافظ على عمودة الفقر عشان الموضوع ما يوصلش للحالات اللي بنشوفها في العياده واللي بنضطر نعمل لها العمليات الصعبه اللي بنحكي عليها دي. طيب بالنسبه للعيان بقى اللي وصل للمرحله بتاعه العمليه، سواء الاي سي دي اف اللي هو من قدام او الفتح من ورا اللي هو بوستيريور ديكومبريشن ولاترال ماس فيكسيشن، نتيجه العمليه كويسه، فما تخافش، توكل على الله واعمل العمليه. بدل ما نوصل لمرحله ان حصل اخر مرحله خالص في الميلوباثي، فساعتها العيان بيجي على كرسي وبنقول له يعني حتى بعد العمليه بتبقى النتيجه مش احسن حاجه، اخرنا ناخد 60% تحسن او 50% تحسن. فلحد اخر لحظه في حل، لحد اخر لحظه الامل موجود، بس كل لما تيجي بدري كل لما تبقى النتيجه احسن. افتكروا دايما الامل موجود. السلام عليكم.